بسم الله الرحمن الرحيم. صلى السلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم يا شباب. أنا دلوقتي كان جاي استفسار من أحد الأصدقاء. السلام عليكم، هل بإمكاني تطوير قاعدة بيانات بأكسس أو بدل في شهادات بحيث يأخذ البيانات تلقائي من ملف اكسل ويطبعها على الشهادات؟ واللي فاهم يشرح لنا الطريقة ونكون له شاكرين. طبعا يعني هي الطريقة دي الحاجة دي او اللي هو طالبه ممكن يتصمم بأي أكتر من شكل، واللي انا فهمت ان هو عايز ياخد البيانات تلقائي من اكسل، يعني مش هترفعها على الاكسس ده على قد فهمي اللي هو طالبه. فانا هبدأ كده بالراحة. انا كنت عملت حاجة سريعة، يعني لو اقدر دي بالنسبة لان انا عندي 3 جداول انا ربطتهم هنا بكويري. تمام، كل جدول خدت منه بيان اللي هي اسم الطالب، السنة بتاعته او فصل السنة كام، اسم المدرس والمادة. طبعا هنا نظام شهادة بتنزل بالاسم، بياخد اسم المدرس واسم الطالب الصف، ودي ثابتة وبتظهر طبعا مع الشهادات. فلو انا عملت برنت بيفيو فهيظهر معايا بالشكل ده كل الشهادة. نعمل عرض مثلا 2 اهي. تمام. طب احنا هنعملها، بس هعملها على اكسل اللي هو زي ما هو عايز يبقى مربوط باكسل. تمام. فانا هجيب عندي اكسل الاول، هنفتح الاكسل ده اكسل. طبعا البيانات مش كتير واحنا مش هنحتاج بيانات كتير، بس عشان نشتغل عليها بس. فعندي اسم الطالب، عندي الفصل، عندي اسم المدرس، عندي اسم المادة. تمام. انا بنزل مثلا اشكال شهادات عادية من النت عادي، تجيبها تصممها على باوربوينت، يعني دي زي ما انت عايز. هاخد الاكسل اللي عندي ده اهو، معلش انا اخترت بس اللينك عشان ما انساش كده. انا عملت الاكسل لينك. اعيد الحته دي تاني برضو للتاكيد يا جدعان، هو عايز ربط بالاكسل، مش هيرفعوا جدول زي دول. فانا هربط الاكسل يبقى هو الاساس بتاعي او مصدر الداتا بتاعي، مش جدول. هاجي بالراحه عشان برضه اوضح الناس. انا همسح الجدول اللي عندي اهي عشان نوضح للناس العمليه. هنا ربط اكسل، ادي الاكسل بتاعي. تمام. استيانين زي ما هو، اقول له اوكي، هيطلع معايا بالشكل ده عشان هو ربط على الاكسل اهو. تمام. اي بيان هغيره في الاكسل، مش هينفع يغير من هنا. يعني مثلا لو جيت لي ده وعايزه بدل 5 اخليه مثلا في 6، مش هيرضى لان هنا ده ربط مش رفع. تمام. هعمل حاجة خطوة هي مش اجباري، بس يعني انا هفهمكم انا عملتها ليه. فانا هعمل الخطوة دي ان انا اخد الجدول الاكسل كله، هعمل بيه كويري. تمام. لحد كده وهقول له مثلا اس كيو وهحفظه بالاسم ده، هيبقى عندي نفس الاكسل عادي مفيهوش اي اختلاف. طيب انا عملت الجدول ده ليه؟ هقول معاكم. هعمل فورم عادي في الديزاين عادي خالص اهو. تمام. هاجي اخد مثلا وليكن هنخليه كومبو بوكس اهو، كنسل. هخلي مصدر البيانات بتاعتي في الريسورس، هاخد الجدول بتاع الستودنتس وخليه اسم المدرس، وهعمل في اليونيك فاليو دي هخليها يس عشان ما يبقاش فيه تكرار، اقول له يس. فانا مثلا لو عملت وفتحت ده كده هيظهر لي اسماء المدرسين اللي موجودين في الجدول. طب انت عملت كده ليه؟ هقول لك انا عملت كده ليه. هرجع الاول لده اهو، هاخد الاول اعمل له سب فورم وليكن هسميه وليكن اقول له فينيش. انا هوصلكم يعني معلش، انا عايز اوصلك لحاجة
بحيث ان انت تبقى ايه عامل الشغل بتاعك باحترافية شوية. تمام. ادي ايه، هنيجي ده، انا ده طبعا اديته الاسم بتاعه ايه، الاسم بتاعه ايه. خلاص هاجي هنا اديله اسم وليكن بي، وهعمل ليبل هنا، امسح ده وهسمي الليبل ده بي. طب لا معلش مش هينفع بي، هيبقى بي واحد. طب انا اللي انا عملته ايه عشان نبقى بس فاهمين، انا هعمل هنا نظام بحث على الكويري باسم المدرس، بمعنى ان انا اختار المدرس يجيب لي الطلبة اللي عند المدرس ده. طب انا بعمل كده ليه او ايه الغرض منها؟ هقول لك ببساطة. انا دلوقتي بس عايز تطبع الشهادات، حلو. طب افرض انت عايز تطبع شهادات خاصة بمدرس معين، مش عايز تطبع الشهادات كلها. طب هتحددها منين؟ هتبقى دي طريقة تحديدي للمدرس اللي انا عايز اطبع له الحاجة بتاعته. تمام. فهنمشي واحدة واحدة ونخلص، وبعد كده برضو ايه هنكمل. هي الطريقة مش هتختلف كتير. هاجي هنا في حدث عند التغيير في كومبو بوكس بتاعي، هخش هحجز متغير دي اي ام مثلا اكس، انتر، وهقول له الاكس اللي انا حجزته او المتغير اللي انا حجزته ده هيساوي ايه. هقول له هيساوي البي دوت تكست، مش دوت تكست، ان البي ده هيبقى فيه كتابة. تمام. طيب بي 2 اللي احنا عملناها هقول له هتساوي الاكس بتاعي. بعد كده هقول له مي دوت الايه اللي هو سب فورم الكويري اللي احنا عملناه دوت ريكويري، يعمل له زي نظام تحديث او ريفريش لله. فلما اجي اعمل هنا مثلا هختار مدرس من المدرسين المفروض يظهر معايا. طب استنى معلش، في حاجة المفروض يظهر معايا هنا بي واحد. طب هاتلي، انا مش هعملها. هنا دي بي 2، لا هي بي واحد، معلش الكود اللي فيه الغلط. يبقى انا لما اجي اعمل هنا مثلا هاتلي فاطمة، جاتلي فاطمة تحت. ده طبعا لسه مفيش فيه تغيير، هما 13 لان انا لسه ما حطيتش الشرط في الكويري بتاعي. هقفل الفورم، مش مهم الاسم دلوقتي. هاجي في اسم المدرس اللي هو ده، هقول له هنا اهو في كود عشان يبقى واضح وثق اهو. هقول له مثلا يعني احنا هنجيب اسم المدرس من الفورم. انا ممكن اكتبه وممكن اجيبه من هنا عشان برضو اسهل على الناس، عشان ما بتتوه مني في الكتابة بتاعت الاكواد. اخش على الفورم، اخش لحد الفورم بتاعي اللي انا عامله، واختار اللي هو ايه بي واحد. لما نختار فورم اهي، لو انا دوست عليه هيقول لي فورم بي واحد بينهم علامة التعجب. تمام. وهقفل ده، اقول له يس. طبعا لو فتحت هيطلب مني انت حاطط هنا ده فاضي، فطبعا لازم افتح هنا الاول. هنا خلاص دي بنت قصادي ايه فاضي. طيب انا هختار احمد فتحي، جاب لي اسم الطلبة اهو. طيب اخترت فاطمة، هيجيب لي الطلبة اللي عندها. طيب يعني ممكن نخلي ده بشكل نوسعه كده عشان يبقى باين معايا اهو، ويجيب لي الاسماء اللي انا مختارها تبقى ظاهرة قصادي. بالنسبة لبي 2 دي هنعملها فاليو، هنيجي هنا اهو في الفيزابل هخليها نو، فيزابل نو، مش هتبقى ايه ظاهرة معايا. هيبقى بالمنظر مثلا اللي احنا شايفينه ده اهو. فانا مثلا اختار اي اسم ادي هيجيب لي الناس اللي عنده كلها. يبقى انا هنا اخترت. تمام. ولو فتحت انا مختار فاطمة، لو فتحت الاستعلام هيجيب لي برضه فاطمة بس اللي عند المدرسة اللي اسمها فاطمة بس. تمام. هنقفل. احنا بنجيب المدرس هنا كمثال، يعني ممكن يتعمل على اسم الطالب، يتعمل على كود اي حاجة، مش شرط اسم الطالب، بس احنا هنا حاطين اسم مدرس، مش شرط يكون اسم مدرس. طب هنيجي للي احنا بقى ايه هنشتغل عليه. هاجي دي ايه ريبورت ويزارد، تصميم الروبوت على الكويري بتاعي اللي هو الاس كيو.
هقول له ضيف لي جميع الخانات دي، هقول له نيكست نيكست نيكست. طيب هنختار اخر واحدة دي. هنا الشهادة لازم تبقى واخد بالك هي بالعرض ولا بالطول. انا عندي دول كلهم بالعرض، فهخليها افقي او راسي. انت طبعا بتختار حسب الشهادة اللي انت هتبقى تشتغل عليها. طبعا هنا بيقول لي ان مفيش داتا، انا بقول له اوكي عشان مفيش شرط في الفورم اللي انا حاطه. هنقفل، نخش وضع الديزاين بتاعنا اهو. تمام، نمسح هنا، هقول له ضيف لي لوجو، اختار شهادة من الشهادات وليكن دي، هتنزل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. هنشيل دول وهاجي هنا اقول له انا عايزة استريتش. ايوه السايز مود هنخليه بدل ما هو زوم استريتش. خلاص، وهقفل دي. هاخد الشهادة من هنا هحطها هنا، نرفع دي بقى مش هنحتاج احنا الهيدر، وهنزل بدي يعني من هنا لحد تقريبا هنا كده. انا بشوف عشان الحدود بتاعتي او حجم الورقة الفور العادية. تمام، هي تقريبا تبقى هنا 27 او اقل حاجة بسيطة، وهنا من 18 ل 19 في الرينج ده. تمام، انا الشهادة بالمنظر ده. طب الداتا بتاعتي حاجة هخش من الرينج، هقول له خلي لي الشهادة انا محددها خلف النص، فبيظهر ده بالشكل ده. هاجي على كلمة الليبل ده، طبعا انا عندي ده ليبل، ده ليبل اللي هو مكتوب فيه اسم الطالب فوق، اللي تحت منه ده اسم الطالب اللي هيظهر. فانا مش عايز الليبل، انا كده كده الشهادة مكتوب عليها اسم الطالب، فهغير كل الليبل هيتشيل، مش عايزه. هاجي مثلا اسم الطالب ده هصغر كده وهاخده هنا، السمون بس الفصل. احنا عندنا هنا ما عنديش فصل، فممكن نركنه دلوقتي كده نمسحه، مش هنحتاجه خلاص. اسم المدرس هاخده تحت عند اسم المعلم هنا اهو. اسم المادة اهي كده. التنسيق ده انت براحتك هتعمله. طبعا الحدود دي انا مش هحتاجها، هشيلها. هنا اسم المدرسة واسم مدير المدرسة. طبعا هنا دي هتبقى اسم المدرسة ثابتة ومدير المدرسة ثابت، فبدل ما اعمل لهم مكان او خانة، لا انا هاجي هنا اهو راح اعملها واكتب مثلا مدرسة وليكن نخليها النجاح مثلا الخاصة. تمام، هنا بقى بنظبط الاسود. تمام، هاجي بعدها هاخد كوبي منها واعمل بيست بقى، وهاجي هنا اهو مثلا ده مدير المدرسة برضو ثابت، وهاجي هنا وليكن اكتب استاذ وليكن علي، تبقى بالشكل ده. طب هنبص بصة عشان نكمل. طبعا هنشيل دي عشان تظهر معايا، بس هنفتح هنا مثلا ونختار وليكن مدرسة مثلا فاطمة. هنيجي بقى نشتغل هنا، فهيظهر النجاح الخاصة، الاسم شيماء، اقتصاد، اسم المدرسة والأستاذ علي. طب احنا عايزين الخانات اللي عندنا والبياض اللي هو ظاهر ده انا مش عايزه، فهاجي ارجع تاني في وضع الديزاين.
هاجي مثلا اخد من ده الفورمات بتاعه ده واخده باسم المادة واخده المعلم. انا هنا خدت الحجم خليت الوضع. طب انا برضو عايز اعملها لكم يدوي، حتة ان انا اشيل الخلفية البيضة عشان في ناس ما تعرفوش. انا ما بقصدش مثلا ان انتوا مش فاهمين، بس انا عارف في ناس ما تعرفوش. فهنخش هنا في دي من فورمات السناب ده، هنيجي هنا ونقول له ترانسفير، والسناب التاني ده اللي هو الخطوط او الحدود الخارجية هشيلها. نفس الكلام في كله، ادي ده وادي ايه ده، نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. وحاجة مثلا اعمله ده اسود وهنخليه وليكن 18 وخليه في النص. هاتلي كده اهي 18. تعال بص اللي احنا عملناه. هتبقى بداية مدرسة النجاح الخاصة من هذه الشهادة للطالب شيماء اسماعيل محمد بشير، وذلك لتميز وتفوق في مادة اقتصاد. التوفيق هنا معلم المادة فاطمة محمد ماهر عثمان، مدير المدرسة أستاذ علي، أو أيا كان أنت كتبته. تمام. طيب ادي الشهادة كده أنا خلصت. طب اما اجي هنا أنا محدد فاطمة طلع لي 3. طب أنا لو فتحت ده ادي ايه 1 ادي 2 ادي 3 امام متولي ايمن احمد ابو الفتوح شيماء اسماعيل. ادي ال3 بتوع المدرسة بالمواد مثلا بتاعتهم ايا كانت، طبعا هي داتا عشوائية. طيب موضوع ان انا رابط باكسل. انا عندي اول واحد علاء الدين حسن، تمام، ده المفروض اول واحد في الاكسل. طب تعالى انا فاتح هنا الجدول، خلي بالك. طب انا لو جيت افتح هنا الاكسل وانا فاتح الجدول في مشكلة، هيقول الاكسل مفتوح اكنك فاتح الاكسل، فمش هينفع ان افتحه. فانا لازم اقفل هنا الجدول بتاعي. اجرب افتح تاني، فتحه معايا مفيش ايه مشكلة. اول واحد عندي مين؟ ايمن. طب انا هغير داتا في ايمن، وليكن بدل ما هو علاء المدرس بتاعه اسمه علاء، هخلي المدرس بتاعه احمد فتحي. بص التغيير فين؟ في الاكسل. لو انا فتحت هنا هنا مش هنيجي هنا الاول هقول له انا عايز احمد فتحي، جاب لي مين؟ ايمن احمد ابو الفتوح. طب هات لي ده ايمن احمد ابو الفتوح بقى المدرس بتاعه. فالتغيير كده من الاكسل اللي مربوط فيه. فانا لو غيرت الداتا دي كلها وحطيت داتا تانية، اي بيانات تانية في الاكسل، اهم حاجة المكان، اسم الاكسل ما يتغيرش مكان الاكسل. الفورمات بتاع الاكسل اللي هو الهيدر بالبيانات تحت منه اهي ما يتغيروش. لو اي حاجة من دول اتغيرت، غيرت اسم الاكسل، وليكن انا شلت معلش هنغير اسم الاكسل ده اللي ما يعرفش بالعربي وخليته مثلا الطلبة. تمام. طب حاجة افتح اكسل هنا، قال لي ايه؟ ان مش لاقي جدول اسمه ستودنت، فبضطر اعمل حاجة هنا برضو عشان الناس تبقى عارفة لو ضاعت. في حاجة اسمها لينك ده هنا اهي، لينك التيبل مانجر، بدوس عليه بيقول لي انت عندك جدول واحد بالاسم ده، هعلم عليه واعلم اولويز دي وهقول له اوكي. هيقول لي انت هتجيبه منين؟ طبعا انت بتختار. ادي هقول له انا عايز اعمل اللينك بتاعي الجدول ده الستودنت اللي عندي، هيبقى اللينك بتاع الاكسل ده. بختار اكسل واقول له اوكي. قال لي خلاص تم، بقول له اوكي كلوز. تعالى نفتح، هتلاقي ايه؟ رجعت. يبقى دي لو حصلت مشكلة اكسل اتمسح، يبقى انا برجع او اتغير اسمه او غيرت مكانه، برجع اعمل اللينك بتاعي بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم دي، فيطلع معايا فيظهر معايا بالشكل زي ما احنا عملناه. ويبقى عندي دي هنا ممكن اعمل انا زرار زي ده مثلا اهو، هقول له مثلا اوبن ريبورت، يفتح لي الريبورت اللي انا عامله او التقرير اللي انا عامله اهو. طيب لو انا
ممكن اعمل من هنا، انا اخترت اعمل من هنا الطباعة على طول. هنا برنت تيبل ده رن مش برنت دي، هنا اهي برنت ريبورت. ايوه هنا بقول له انا عايز اعمل طباعة على طول، برنت اهي نيكست فينيش. يبقى ده برنت للتقرير بتاعي اللي انا عملته هنا. فانا مثلا هختار محمد ابراهيم ودوست برنت، هيجي لي طبعا انا بس عشان طبعا مش شغاله وعشان يظهر قصادكم. فاقول له مثلا وليكن انا هطبعه على بي دي اف، هيقول لي اطبع احفظ فين، هحفظه هنا مثلا، هسميه مثلا وليكن ايه شهادة شكرتي. هقول له سيف في الاسم ده معلش اهي، خليها شهادات مش سيف. طبعا المفروض انا عندي هنا كام، 1 2 3. افتح ده، ادي 1. هنا في مشكلة في الحدود 2 3 اللي هما اللي مخطئ، بس هنا في ورق زيادة الحدود. فهرجع هنا ده. طب ماشي، هات الاول هنعمل برنت بريفيو. طلع عندي ادي اول واحدة، التانية فاضية فعلا عندي الحد في الجنب اهو. فهرجع هنا، دي عايزة ايه تظهر شوية من الجنب. هنا عامة احنا مش عايزين هنا لو انا مثلا عايز التاريخ، انا ممكن التاريخ اللي انا هطبع بيه انا عايز اضيفه للشهادة، ممكن احطه هنا في اي مكان يبقى على الشهادة. دي هنخليها 26.5 مش 27. هيبقى برنت بريفيو، هتبقى معايا. نقفل دي اقول له يس. هاجي مثلا احنا خدنا محمد ابراهيم، هاتلي فاطمة، اقول له برنت بي دي اف. اوكي قال لي هنا، هقول له برضو اهي شهادات بس، هطبع. ادي ايه اول واحدة النجاح الخاصة شيماء اقتصاد ومدرسة اسمها فاطمة. اللي بعدها نفس المدرس النجاح، وادي التاريخ اللي احنا ضفناه. طبعا كان لسه احنا ما فضيناش الخلفية والكلام ده، طبعا مع التنسيق هيتظبط. تمام. ده كان ببساطة ان انا اقدر اعمل شهادات تقدير من خلال اكسل اللي انا ربطه بالاكسس مش جدول. طبعا الجدول مش هيختلف كتير عن الاكسل، نفس اللي احنا عملناه هو لو جدول مرفوع عندي على الاكسس، الداتا عندي على الاكسس. وطبعا بيفضل موضوع الاكسس، انا مبحبش موضوع لان الاكسل لو تقل معاك هيتقل معاك الاكسس. لو الاكسل اللي فيه داتا كتير وتقيلة هيتقل معايا الشغل. اما يبقى مرفوع بيبقى اسهل بكتير. تمام. ويعني رب اكون قدرت اوصل المعلومة، وتحت امركم في اي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.